سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة عاد بعض الناس عادهم هكذا حوس، يعني يقول لك هذا أكيد ما قتلوا إلا لأنه قتل واحد منهم، وهذا وفي التعالي يقول لك أنت يا أخي ما دخلك، هذا شرع وقبيلة، أيا شرع وأيا قبيلة، لعن الله على الشرع وعلى القبيلة هذا، لا هم لا يعرفوا لا شرع ولا قبيلة. يا أخي هذا اقتاده شيخهم مثل يوم اقتادوا البقرة، من يوم اقتادوا الثور، سلم تسليم أهالي كأنه سلم بهيمة. وهؤلاء الأندال علي وصل له عندهم ما حفظوا لش كرامته، حتى ولو مذنب، حتى ولو مذنب ما تعاملش بالطريقة هذا، تضربه وتهينه وتدلكمه وتخرج على الألفاظ كلها، وبعدين الجيد من يفرغ القرن حقه في عرضه، يعني يقتل بهذه الطريقة. يا أخي معك دولة، سلم للدولة حتى ولو مذنب، بايعدموه بس بايحفظوا له كرامته، مش هكذا. هذا مش حق الرجال ولا حق القبيلة ولا حق العرف. هذا وصل له عندك أسير لو تفهم القبيلة والعرف، أسير وصل له عندك ما تهينه حتى ولو كان مذنب، ما تهينه. أنت الآن هنته، قللت من كرامته. يعني هذا اللي وصل له عندك أسير، هذا معه أب، معه أم، معه أخ، معه عيال، بيشاهدوا المنظر هذا، مع عيال عم، مع قبيلته، عندما تهينه هكذا بالطريقة هذا وسب وضرب، وبعدين تقتله بالطريقة البشعة هذا. يا أخي مذنب سلم للحكومة وهم بايخذوا حقك، حتى لو طلع عليه حكم إعدام بايعدموه بس بايحفظوا له كرامته، ما بايعدموش بالطريقة هذا، بتعدمها الدولة وتحفظ له كرامته إذا هو مذنب. هذا لا تحقيق ولا نيابة ولا أدلة ولا شيء، بيصيح بالصوت أنا مظلوم، أنتم ظلمتوني، أنا مظلوم، وما حد سمع إلا سب وقذف وضرب، وآخر أنتم ما تقتلوا بالطريقة هذا البشعة. هذا أنتم قليل، أنتم تعرفوا الشرع والقبيلة، ولا الشيخ حقه هذا اللي صار يسلمه كأنه سلم بقرة للجزار يذبحها. ايش من شيخ وايش من ضلي هذا شيخ القبيلة هذا؟ شيخ القبيلة هذا لو الشيخ فعلا ويعرف القبيلة والعرف كان عايبزه وسلم للدولة وخلت الدولة تحقق وأدلة وإثباتات ونيابة، وإذا طلع عليه إنه مذنب حكم إعدام بايعدم بس بكرامته، ما باتهنش كرامته. هذا سلمه مثل البقرة، مثل الثور يوم يسلموها للجزار، اقتاده مثل البهيمة لا عندهم، وفلت وخطي، وهم بعدين هات ضرب ودخ وكلا، وباخر المتمات الجيد من فرغ القرن حقه في عرضه، قتل بطريقة شنيعة. خافوا الله، الشرع والقبيلة والعرف خلق يعني وجد لكي يحقن الدماء، مش تقتلون الرجال بالطريقة البشعة هذا، بلا أدلة بلا حكم بلا قضاء بلا شيء، بس خلاص بيصيح بالصوت أنا مظلوم. أنتم خلاص يعني هذا ما عادش قبيلة ولا شرع ولا قبيلة، هذا بدو إرهاب، أنتم إرهابيين بهذه الطريقة. أين الشرع وأين القبيلة؟ الشرع والقبيلة تحفظ كرامة الإنسان حتى ولو كان مجرم، بتحفظ له كرامته، ما بتقودش بالطريقة هذا وتقتل بالطريقة البشعة هذا وتهين كرامته ضرب ودعاس وكلا. أين القبيلة وأين العرف منكم؟ لا منكم ولا من الشيخ حقه هذا اللي يسلمه تسليم أهالي، ساعة منه اقتاد ثور لا عند الجزاء، الله يلعنه من شيخ ومن شيخه. ولو القبيلة اللي هو شيخ عليها لو شنو يطردوه من القبيلة ومن المنطقة كلها، هذا مش شيخ، هذا عديم إحساس عديم رجولة. ولا كان له شيخ ويعرف القبيلة كان عايز يسلم للدولة والقضاء ياخذ مجراه، مش يصير يسلم له عند شوية عندال ما حفظوش حتى كرامة الأسير وهو عندهم. تحياتي للجميع.